الكوفي ميكس بقى غالي وكمان مغشوش. طب يلا بقى نعمله في البيت بطريقة حلوة جدا بدون مواد حافظة. استحالة يمرر معاكي، هيطلع بنفس الريحة ونفس الطعم. زي ما انت شايفة كده كمية كبيرة جدا وبتقضي معاكي فترة طويلة. والاهم من ده كله انت عارفة انت بتشربي ايه وبتعمليها في البيت. والمقدار اللي هقولك عليه ده بفضل الله مظبوط جدا. اعمليه كده وانت مغمضة. بس لو اول مره تشوفيني اشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد مني، وهدخل معاكم بقى في الطريقه على طول. اول حاجه عندي معلقتين كبار من النسكافيه البلاك، موجود في كل حته. البرطمانات الازاز اللي بتتباع دي او حتى الاكياس الصغيره اللي هي بتتباع برضو بيبقى نسكافيه بلاك. هوريك العلبه اللي انا استخدمتها شويه كده في الفيديو. بس الملخص يعني ان هي بيبقى حبيبات كده، بيبقى في منه غامق وفي منه فاتح. انا خدت الغامق، خدت منه معلقتين مش مليانين قوي. بضربه في الكبه او في المطحنه بتاعه الخلاط وعايزاه ناعم يعني. ولو عندك الفاتح حطي 3 معالق كبار. عندي نص كوبايه من اللبن البودر، ممكن تستخدمي نيدو زي ما انا استخدمت. عندي نص كوبايه، نفس الكوبايه برضو من الكريم شانتيه بديل الكريمر، لان الكريمر بقى غالي جدا. وخد ربع كوبايه من السكر البودره. ولو انت ما بتحبوش بسكر خالص تقدري تستغني عن السكر، مفيش اي مشكله. حطيت النسكافيه البلاك بتاعي، وده النوع اللي انا استخدمته، بيبقى حبيبات كده ولونه غامق. اللي لونه فاتح بيبقى نكهته اقل شويه، ده نكهته قويه. عشان كده حطيت معلقتين كبار، طحنته في الخلاط او في المطحنه زي ما انا قلتلك. نزلت بقى باللبن البودره بتاعي، ونزلت كمان بالسكر البودره في مصفى تكون ضيقه جدا زي ما انت شايفه. ليه بنخله كويس كده؟ لان اللبن البودره والسكر البودره وكمان الكريم شانتيه من الركنه او لما بيقعد عندك فتره يعني بيخرس كده، وبيبقى فيه زي حاجات زي شوائب كده. فلازم تنخليه كويس جدا عشان يطلع معاكي ناعم زي ما انت هتشوفيه دلوقتي. تمام كده هبتدي اقلب بالمعلقه كويس جدا. لو عندك كريمر هتشيلي الكريم شانتيه وتحطي نص كوبايه من الكريمر بس زي ما انا قلتلك، يعني عشان الكل يقدر يستخدمه فحطيت كريم شانتيه. وكمان بيبقى حلو جدا. الكريم شانتيه اللي انا حطيته كان خام مش محلى. طفيت الفلاش بقى بتاع الموبايل عشان تشوفي نفس اللون ونفس الشكل بتاع الكوفي ميكس اللي انت بتجيبيه من بره. وكمان هتلاقيه نفس الريحة وان شاء الله نفس الطعم. عايزة اقولك على حاجة مهمة، انا عملته كده يناسب جميع الاذواق. في ناس بتحب نكهة القهوة. الميزه في الطريقه دي كمان ان انت بتعرفي تتحكمي فيه، لو حابه تزودي كميه القهوه شويه او النسكافيه بلاك زي ما انت عايزه. بس من البدايه ما تضيفيش زياده عشان ما يمررش معاكي. يعني انا بعمله كده وبيكون مظبوط جدا. المهم ان انا جبت اي برطمان عندي يكون ناشف كويس قوي. وبجيب الكوبايه بتاعتي، بتحطي بقى معلقه معلقتين على حسب ما انت بتحبيه، تقيل خفيف زي ما انت عايزه. ونزلت بالميه المغليه وبقلب كويس جدا زي ما انت شايفه بقى عندك احلى كوفي ميكس. ولو اني انا ما بحبوش بالميه المغليه، بحبه باللبن. بس انا عملته بالميه عشان تشوفي شكله ولونه بقى عامل ازاي. ان شاء الله الطريقه دي تعجبكم جدا.